قلنا كتير، وكان الهدف منه ان احنا كدولة نعبر لأهلنا اللي ظروفهم صعبة على ان احنا مش هنسيبهم. انا كنت بكلم السادة مجلس القضاء الأعلى الصبح، وقلت لهم تخيلوا ان انا ممكن اهد مصر ب2 مليار جنيه. فهم استغربوا قوي. قلت لهم ادي باكيتة و20 جنيه وشريط ترامادول ل100,000 ل100,000 إنسان ظروفه صعبة. ظروفه ايه يا دكتور مصطفى؟ أنزله يعمل حالة بكام؟ لو أنا مش هديله بقى 20، الدنيا غلت، هديله 1000 جنيه. هديله كام يا دكتور؟ 1000 جنيه. ال100,000 يبقى بكام؟ ب100 مليون جنيه. أنزلهم كام أسبوع؟ أكمل 10 أسابيع بكام؟ بمليار جنيه. بكام؟ طب لو اديتهم 100 جنيه بس، انزل مليون كل اسبوع لمدة 10 اسابيع بمليار جنيه. اهد بلد فيها 100 مليون ولا 105 مليون بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار. في ناس بتصرفهم في حفلة. ناس ايه؟ يبقى كان لما اجي ادفع ال 85 مليار للأسرة دي اللي هي مش حاسة انها عايشة، الناس مرمية في الصفيح وفي الشوارع وفي المقابر، فحد يقول لك والبلد اللي مش لاقيه تاكل تفرش لهم الشقه كمان؟ طبعا. اذا كنتوا يعني، انا اسف في التعبير اللي هقوله، اذا كنا بنفهم كلنا يعني ايه امن قومي، مش هتستكتروا اللي احنا بنعمله ده واكتر منه. طب واحنا تعبانين كده ومعناش نعمل كده؟ ايوه، عشان ما يبقاش عندك ثغره يتم استخدامها في نظم الحرب الحديثه في هدم الدول. محدش هيهاجمك كتير من بره بشكل مباشر، لان ده تبعاته ضخمه جدا ومكلفه جدا، مش بس عسكريا وماليا، حتى من منظور القانون الدولي والنظام العالمي اللي موجود. انما انت بلدك ناس قايمه عندك بتتحرك، طب هنعمل لكم ايه يا دكتور؟ ناس ايه؟ ناس عندكم، شوفوا حلوا مشاكلكم مع الناس بتوعكم. الناس نازله بتتظاهر، وانا بمليار جنيه انزلهم 10 اسابيع ورا بعض، زي ما نزلتهم، مش انا بقى، زي ما نزلوهم في